زيت الحامض المصير اللي تعسل لينا. وانا هذه الوصفه هذه من الحوايج اللي ما تيخطاونيش. اول حاجه غنبداو بها هي التقطيع. بالنسبه ليا كنخلي الطروفه ديال الريه بينين، يعني كنقطعهم طروف كبار. الا استعملتوا المصان ديال اللي يكون فيه الشحمه كنقطعو صغير، والجزء اللي حرش فيها اولا الكرشه كنخليها انا بداك الجهه الفوقانيه ديالها. بما انني عندي هنايا الشحمه كندير ربع كاس ديال الزيت، كندير الزيت نحط التقليه. واهم عنصر في هذه الوصفه هو 2 وراق ديال سيدنا موسى في كيلو ديال التقليه مخلطه. اون فوا كنحطها على عافيه مجهده، ما كنحبسش من التحريك بالمره. وهي كتبان لكم بدات كيتغير اللون ديالها، غضوا البال مع عينيكم، كتبدا بحال كتلوح الزيت. سورتو ملي كتبدا كيتخلط بزاف مزيان دونك حركوا، ولكن من بعد وجهكم مزيان. كندير معلقه صغيره ديال الملحه، حتى من بعد كنقاد الطوق، نص معلقه كبيره ديال البزار، المقادير مضبوطه مليون في المية. بالنسبه للبصله ما كنشلضهاش، البصله كنحكها باش كتطلق داك الماء ديالها، وكندير تقريبا 2 بصلات متوسطين. اهم ثاني حاجه في هذه الوصفه هذه غتكون هي الثومه. وانا هنايا قصدت اني نوريكم الحجم ديال الثومه اللي خدمت فيها، 3 دروسات كبار في كيلو. وهنا 2 مطيشات حتى هما محكوكين. بقيت هذه غادي ننزل 5 معالق كبار ديال الربيع، غنزل هذوك 3 دروس كبار ديال الثومه اللي هما يكونوا محكوكين ما، غنزيد معلقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير. وبالنسبه لباقي التوابل ما غيكونوش دابا، غنزيدوا ربع حامضه مصيره، ما تقطعوها ما حتى شي حاجه، غتحطوها وما غاديش نقلي العطريه نهائيا. علاش؟ الكرشه كتاخذ وقت طويل في الطياب، يعني بلا ما نخسروا ديك العطريه ويولي اللون ديالها خايب. كنزيدوا خير الله ديال الماء، عطيوها فاش طيب وكنحطها طيب ساعه، كنحل عليها كندوق العطريه واش خصها تزاد شي حاجه، كنزيد معلقه صغيره ديال الكمون، وكنزيد الفلفله، ولا كنرجعها طيب حتى وكان كطيب مزيان. في الاخر ديالها قبل ما نحطها بشي تقريبا 10 دقائق تندير معلقه صغيره ديال كونسونطري الطوماط، وكتزيدوا معاه معلقه صغيره ديال السنيده. كيبقى لكم الحريه بغيتو تحيدوها، ولكن اضافه جميله بزاف. كنخلطها مع كاس لاروب ديال الماء، كنزيد شويه ديال الربيع، يعني الكميه اللي عندكم ديال الربيع كامل تنقص منه واحد الطريقه. وبالنسبه للزيتون انا كنغليه مع الماء